هاتي فص توم وخلة أسنان وتعالي أقولك على فكرة هتعجبك جدا. الفيديو ده مليان أفكار إن شاء الله يعجبكم وتستفيدوا منه زي ما أنا استفدت بالظبط. وعلى فكرة الأفكار دي متجربة كلها، بجد حاجة جميلة ومش مكلفانا حاجة. أول وصفة هتكون للفئران، وصفة سهلة جدا جدا ومش مكلفة حاجة. هنجيب معلقتين كبار جبس أبيض وعليهم معلقتين كبار لبن بودرة، بس مفيش أكتر من كده. بالنسبة لنا هي حاجة عادية جدا، بس بالنسبة للفئران فده سم قاتل. انتِ هتجيبي الكمية بتاعتِك ديّة أيًا كان إيه الكمية، وهتحطيها على غطا برطمان أو كيس من بتاع التلاجة، وتبدئي تحطي الكمية دي وتوزعيها في الأماكن اللي بيبقى موجود فيها فيران في الشقة. أولًا الفيران هتنجذب لريحة اللبن البودرة، فطبيعي لما تيجي تاكلوا الجبس الأبيض ده هينشف المعدة وهينشف الفار، فهتلاقيه يومين بالضبط وهتلاقيه ممدد مكانه. ماشي، دي أول حاجة، بجد وصفة حلوة جدًا أحسن من السم بتاع الفئران اللي إحنا أصلًا مبيبقاش آمن للأطفال وكده، وبنبقى كلنا خايفين منه، فبنضطر إن إحنا نجيبه بحذر، فالوصفة دي أحسن بكتير. تاني وصفة معانا بقى، لو انتِ عندِك علبة أو برطمان مثلًا كنتِ مخلّلة فيه أو كاسرة فيه فسيخ مثلًا وعايزة تغسليه بقى وتنضفيه وتنشفيه وتحطي فيه كحك، بسكوت، حاجات العيد وكده، ما فيش برضه فايدة والريحة مش راضية تروح، حطي المكونين دول من المطبخ مش هيكلفوكِ حاجة. معلقتين كبار خل ومعلقة كمون، حاجة كده فظيعة. الكمون ده فعلا فعلا يعني مشروع ناجح جدا في إزالة الروائح الكريهة. هتبدأي ان انت تخلطيهم مع بعض وتسيبيهم في العلبة كده ساعتين تلاتة أو يوم كامل، وتبدأي تغسليهم عادي بالصابون وبالمية، هتلاقي الريحة انتهت. دي كانت تاني وصفة معانا. تالت وصفة بقى اللي عجبتني قوي قوي ومعدتش بقدر استغنى عنها الصراحة. هتجيبي ورق زبدة. ورقة الزبدة لو مثلًا ورقة فاضلة عندِك، في ورق متهدّر عندِك كده يعني، و وفاضل من ورق الزبدة ما ترميهوش، هاتيه وحطي عليه shower gel أو شامبو الاستحمام بتاعِك أيًا كان إيه اللي موجود، المهم تكون ريحته حلوة. وبعد كده هتبدئي إن أنتِ تدعكيه جامد كده في الورقة وتفرديه فيها كويس وتسيبيه يعني ساعتين 3 كده على ما يبدأ ينشف أو الورقة تمتصه شوية. وبعد كده هنبدأ إن إحنا نقطّعه زي ما أنتم شايفين قطع صغيرة كده ونحطها إيه، في علبة مناديل أو نحطها معانا في الشنطة بتاعتنا. لو أنتِ مثلًا خارجة أو رايحة عزومة أو رايحة في أي حتة أو على البحر أو كده وعايزة تغسلي إيدِك أو إيد أطفالِك، وطبعًا ما فيش حمام قريب مثلًا، أظن ما فيش أحلى من كده، فكرة رهيبة. ورقة الزبدة ورقة بسيطة جدًا مش هتكلفِك حاجة، محطوطة في الشنطة وناشفة، مجرد ما هتلمسيها بس كده في المَيّة هتعمل معاكِ رغوة كأنِك بتستعملي صابونة، والريحة كمان جميلة جدًا، لأن الشاور اللي أنتِ استعملتيه ريحته حلوة فواحة، فكرة جميلة وعجبتني أوي. معانا رابع فكرة، معانا كيس البيكنج باودر، كلنا لما بنستخدمه بناخد منه معلقة ولا اتنين بنسيبه، فالباقي ده بيقع في التلاجة. فاحنا علشان نستغنى بقى عن الفكرة دي خالص هنبدأ ان احنا نجيب الولاعة او الشمعة ونمشي على المكان اللي احنا فتحناه، بس مجرد ما تمشي عليه كده هو هيقفل مع نفسه وهتتك عليه كويس كده، بس ان هو اتقفل خلاص وكده استحالة حاجة من البيكنج باودر توقع منه تاني. آخر فكرة معانا بقى اللي هي الفص التوم وخلة السنان، بجد حاجة رهيبة هتدعيلي عليها. كلنا طبعا بيجيلنا وجع للأسنان، وطبعًا ما بيحلاش بقى وجود الوجع ده إلا بالليل. فبما إنِك مثلًا لو ما عندكيش مسكن أو ما عندكيش أي حاجة إن أنتِ تسكني بيها الألم لحد بكرة ليكِ أو لطفلِك، هتبدئي إن أنتِ تجيبي فص توم على طول. أول حاجة هتعمليها هتجيبي فص توم تحطيه في خلة سنان، وتبدئي تجيبي الولاعة أو تجيبي الشمعة وتفضلي ماشية عليه كده لحد أما يطرى معاكِ. فطبعًا بما إنه هياخد وقت معايا كده على الشمعة، فأنا رُحت واخداها على طول حاطاها على عين البوتاجاز وخليتها كأنها تومة مشوية. خدتها على طول وهي سخنة، بدأت أهرسها مع شوية ملح صغيرين جدًا، ويبقى معانا مسكن لآلام الأسنان، مسكن طبيعي من غير ما يكلفنا أي حاجة، حاجة تسكننا كده لحد تاني يوم ونبدأ نروح للدكتور بكل سهولة. مسكن طبيعي للآلام، مهدئ للثة، جميل جدًا جدًا. وأتمنى إن الفكرة دي تكون عجبتكم وكمية الأفكار اللي في الفيديو تكون عجبتكم واستفدتوا منها زي ما أنا استفدت بالضبط. متنسونيش بقى باللايك والشير، وكده يبقى الفيديو خلص وباي باي.